ربع ساعة الواحد يروح كده ويستريح من تعب العيال المدرسة وصداع المدرسة. السلام عليكم يا حضرة المدير. وعليكم السلام يا مدام، اتفضلي. وابني يا حضرة المدير، أنا عايز أعرف الولد اللي ضرب ابني هنا وعوره في وشه. مش هسكت له، أنا لازم أعمل له محضر حالا. هو بيضرب ابني ليه؟ لأن ابني غلبان يعني ما بيضربش حد. قام الولد يهزقه ويبهدله بالطريقة دي ويعوره. أنا لازم أشوف طريقة معاه. اطلب مني حضرتك عايزة ايه دلوقتي؟ ما اكيد ابنك يعني مش انسان طبيعي يعني وهادي كده، اكيد ضرب الولا عشان الولا كده عوره في وشه. مش معقولة الولا يضربه يعوره في وشه كده من غير سبب يعني انت مفكرة ابنك هادي؟ ده ابنك عامل عمايله في الفصل يا مدام. ابني غلبان خالص يا حضرة المدير. ده ابني لا بيهش ولا بينتش حضرتك. ده مسكين خالص وغلبان. ده لو حد ضربه ما بيجيش ناحيته. تعالى قول لي هنا يا حبيبي، تعالى يا شاطر هنا قول لي مين اللي ضربك يا حبيبي. قول لي يا بابا، ما تخافش، المدير هيجيب لك حقك يا حبيبي. قول له. حضرة المدير، ده في ولد هنا شقي وقليل الأدب وعادم التربية، هو اللي ضربني وعورني في وشي يا حضرة المدير. أنا كنت ساكت في حالي وباكل السندوتش بتاعي، راح هجم عليا وضربني. كل ده عشان ما اديتلوش حتة من السندوتش. انت اللي غلطان يا حبيبي، المفروض كنت اديته حته من الساندوتش وكان الولا سبك في حالك. ممكن يكون الولا مسعور ولا حاجه. انت شايف كده يا حضرة المدير؟ ابني غلبان خالص وطيب، ومع انه غلبان في الاخر تقول له انت اللي غلطان يا حبيبي بعد ما الولد ضربه وعوره وهجم عليه زي ما بيحكي لك كده. طب خلاص يا استاذ، طالما انت شايف كده حضرتك يا حضرة المدير، بس ما تزعلوش بقى من اللي هيحصل من ابني بقى. انا خليه يعوره زي ما هو عوره بقى، ياخد حقه بالدراع. طالما انت مش هتجيب له حقه كده بالراحة كده من غير شوشرة ومن غير خناق، انا هخلي ابني يعرف يجيب حقه صح. انت فاهم يا حضرة المدير ولا لا؟ يعني افهم ايه حضرتك يا استاذه؟ يعني انت هتخلي ابنك يبلطك في المدرسه ولا ايه يا مدام؟ هو يصح كده الادب والتربيه يعني ولا ايه؟ وبعدين يا استاذه، بدل ما تربي ابنك على اخلاق والقيم بتعلميه اللي هو يبقى بلطجي ولا ايه؟ ايوه يا ماما، قولوله كده. لازم يعرف اللي انت مخلفه رجاله يا ماما. امشي يا ولا مجر قدامي اللي جايب لي الكلام. ما انت خايب لو مخلص حقك في المدرسه ما كانش يبقى في داعي ان انا اجي اكلم المدير ولا قبل المدير. يلا يا ولا مش قدامي، انت حركتني قدام المدير يا ولا. يا ولا حرام عليك ويبقى عليك اللي انت بتعمله ده يا ولا. يعني انت مفكر المدير يا ولا خلي عليه الكلام اللي انت قلته والعمل اللي انت عملتها؟ اهو قال ان انت غلطان، مش الولا اللي ضربك غلطان. انت فاهم ولا لا يا ولا؟ طب وانا ذنبي ايه يا ماما؟ هو فعلا الولا ضربني وعورني يا ماما عشان ما اديتوش حته من السندوتش. وانا كدبت في ايه يعني يا ماما؟ ماما الكلام ده يا ولا، ده انا فاهمك كويس يا ولا، حتى على ماما هتمثل عليها. امشي يا ولا اللي تعب قلبي في المدرسة وغير المدرسة. امشي يلا يا ولا على البيت، يلا عشان احنا اتأخرنا. والقى باباك جاي من الشغل تعبان مش هيلقى لقمة عملناها. يلا يا ولا الجر قدامي اللي تعبني وتعب قلبي. انا يا ماما عملت حاجة يا ماما؟ انا غلطان في الاخر يا ماما، وكمان بتقولي انت غلطان برضه يا ماما. ايوه غلطان يا حبيبي، وستين غلطان عشان سبت حقك ما ضربتوش في الساعة اللي ضربك فيها الولد. مش قدامي يا ولا، نروح البيت يلا. حاضر يا ماما، مديني ماشي اهو يا ماما. اقطعلك نفسي يعني يا ماما؟ ده اللي فالح فيه بس معايا بطولة اللسان بتاعتك يا ولا. مخلص حقك في المدرسة ما كانش ده كله حصل. بس يا ماما حقك عليا، من بكرة انا هضرب لك العيال كلها اللي في المدرسة واعمل لك مصيبة وجناية يا ماما عشان ترتاحي بقى وتتبسطي. تضرب العيال كلها في المدرسة يا خايب؟ اللي خليك ما قدرتش تضرب واحد بس يا ولا. اللي فالح فيه يا ولا ده تجري على التلفزيون يا وام وبسرعة كده كنت جريت يا ولا على الولا اللي ضربك. خلاص كفاية بقى يا ماما تقطم فيا، عمالة تذليني يا ماما بالولا اللي ضربني. خلاص يا ماما، ده ما كانش ولا ضربني يا ماما، ولا كان كويس قوي كنت اتخذت جناية وضربت الولا وعورته ولا موته، كنت هتتبسط يعني يا ماما؟ ما كنت هتقوليلي يا وش المصايب يا ولا؟ يلا على طول تعب قلبي يا ولا وجايب لي مصايب.
فايب على طول. هذا اللي فالح فيه، خليك في التلفزيون يا اخويا، خليك في التلفزيون. هذا اللي فالح بيه، بس لا كتاب بتفتحه ولا واجب بتكتبه، جاتك نيلة انت ولا خايف في كل حاجة. بس والنبي يا ماما كفاية بقى،